الله يعينكم يا شباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عندنا كنت اخبار اليوم خاصه على الملاعبيه اللي يلعبوا بالطبيعه في المنتخب الوطني التونسي. عندنا كنت اخبار باهيه، فما انتقالات، فما ملاعبيه طلعت، ملاعبيه هبطت، ملاعبيه معناها المستوى نتاعهم ماشي قاعد ويتراجع. حاسين فما برشا اخبار جديده. وقبل ما نبداو بالطبيعه الفيديو ما تنساوش بالطبيعه تشتركوا في قناه عفوا في صفحه الفيسبوك على لولو كوره ونشوفوا بالطبيعه الاخبار الاول. يا سيدي هذه تركيبه الاطار الفني الشبه الرسميه للمنتخب التونسي بقياده المدرب معين الشعباني. التو ما طلعت حتى ما طلعوش معناها في الاعلام حتى واحد من جماعه المنتخب التونسي كل بالستاف بالرئيس الجامعه بنائب رئيس الجامعه ذاك حسين جنيح كلهم كل ما فما حتى واحد فيهم التو طلع هكا وقال كلمه خلونا كيك بغصتنا مسكرين فهمنا كيك ما نجموش نتكلموا. باه شكون المستاف حسب رايكم؟ باه معين الشعباني عندكم هو الانترنور، سيف الله حسني مساعد اول، مراد المالكي مساعد ثاني، والبريباراتور فيزيك حاتم بوليله ما نعرفوش انا، مدرب حراس محمد صديق، محلل اداء وسام صفو. هذا مبدئيا التركيبه شبه رسميه، ما تعرفش عليها وقتاش تتبدل. ماك تعرفوا انتم الجامعه التونسيه عندك يصب لي نشرب تتبدل الدنيا كل عادي، زاد يجيبوا الكونترونور ويبدلوا الكونترونور اخر في ليله ونهار. هذا هو ستاف، ان شاء الله ربي يوفقكم. كاوش باش نقول لكم انا يا معين شعباني بجاه ربي اخدم على روحك وحتى كان جاوك قالوا لك هبط جوار فلان وفلتان قول لهم لا وكاو، قول لهم لا وخلي يصير وين باش ترسي، خلي ترسي وين باش ترسي. مانيش عارف انا. شوفوا يا الاولاد من الاخر اي انترنور اي مدرب باش يجي المنتخب الوطني التونسي يتشحت في الجامعه يقول يا ربي يا مان ميساش ندرب المنتخب، عيطوا لي خلينا ندرب المنتخب هذاك. تعرف شنو هو مزمر علينا وعليه هو باش يدخلوا فيه طول وعرض. اما فما حاجه بركه اللي شدتني انه معين شعباني بالاول هو رفض المنتخب، رفض المره الاولى ورفض المره الثانيه وبدا عادك الاعلام التونسي يجبد في الحكايه هذه. ما عليناش رفض على خاطر عنده كونترا معناها يخدم على روحه يراني في جمعيات اخرى فهمتني. اما دام قبل المره هذه انا متاكد مليون في المية راهو عم قدم الشروط نتاعو. الشروط نتاعو هي ما تدخلوش في مرمتي، ما تدخلوش في قراراتي، ما تدخلوش في خدمتي، خليني نخدم على روحي فهمتوا. ابارامون الجامعه التونسيه وافقوا ولازمهم يوافقوا خاطر كثرتوا لها ما تراوش فيه عاد، ما تتراوش فيه عاد ياسر خاطر ما عادش وجوهنا في القاع وجوهنا في باش يقول فمي هي عاد حاسيل. انا متاكد مليون في المية معين الشعباني عطاه الشروط نتاعو ابار الفلوس بالطبيعه، عطاه الشروط نتاعو حتى واحد ما يدخل في مرمتي شكون نجيب وشكون ما نجيبش كاو. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. سيدي عمكم ادم عروس مدافعنا الدولي الشاب ادم عروس على اعتاب الكالتشيو الايطالي. نادي فينيسيا يتقدم بعرض رسمي لنادي قاسم باشا بخدماته، خطوه عملاقه وباب جديد نحو التالق في اعلى مستويات الدوري الايطالي. ايش بيه ان شاء الله خويا، ان شاء الله تكتب الصفقه اللي صاي معناها في عندك بيه معناها باش يوقع العقد ان شاء الله فهمتي. ادم عروس باش يولي يلعب مع فينيسيا ان شاء الله ويكون تيتولير يا رب، ان شاء الله يكون تيتولير ويزينا ماك الجماعه اللي يلعبوا في المنتخب حتى يبداش يلعب في جمعيه قويه على الاخر يبدا بناك. لا ما حسناش بيه خويا بناك هكريتو في الكوب دي موند شنو اللي صار يبو قلب. حتى جوارات فهمتي كي يبداو في البنك يهبطوا التيران صاي يتيح لهم الهواء وكونديسيون فيزيك تبدا طايحه على الاخر وحالتهم حليله. خويا جيب لي مثال جوار اقل شويه ويلعب تيتولير خير من اللي يبدا بناك ويلعب في جمعيه كبيره كاو. ان شاء الله خويا ادم عروس تلقى بلاصتك فهمتي، وخاصه انك تكون تيتولير في جمعيتك كاو. هذاك شنو طالبين منك. باه نشوف الخبر اللي بعده. كيف نفس الشيء صفحات كل تحكي على ادم عروس في مفاوضات متقدمه من اجل امكانيه التعاقد مع المدافع الواعد الدولي التونسي ادم عروس صاحب 22 عام لاعب قاسم باشا. باه نشوف الخبر اللي بعده. ايوا نجيو البلاتوات تو. عمكم المرزوقي شو اسمه مرزوقي شو اسمه هو هذا عبد الرزاق مرزوقي قلت حاسيلو عبد الرزاق لا فهمتي. دخل حاسيلو في الكوره ولا يفهم لها في الكوره كل شيء. سأل سؤال فهمتي بسيط قالك شكون الحارس المرمى اللي يستحق يشد المنتخب الوطني التونسي في المرحله هذه اللي جايه. اتفرج شوي اتفرج. هو اسد الشباك بلاش عاطفه. شكون بلاش عاطفه وشوفوا عاد شكون قدامه. شوفوا عاد شكون قدامه. شكون حارس المنتخب؟ شكون حارس المنتخب؟ صبري نور الدين بشير حتى سماهم نساهم ولا الكلوب وهيب الشامخ عبد المهيب فما حسيو شكون قال عبد المهيب الشامخ، فما شكون قال بشير بن سعيد حاسيلو الى اخره. وعندكم مختار تليلي بالطبيعه فهمتني يطرز من عندهم غاديك وكل واحد فهمتني يطرز من عنده
كاو ما هلكوا الكرة القدم التونسية كان هالمارك هذوما. نتعداو الخبر اللي بعد، وقبل ما نتعدى الخبر اللي بعد والولاد باش يكونوا واضحين برسولية. كي نجي نشوف انا كصاحبي بكار ولا زي عبد الرزاق الشابي ولا اسمه اكل مارك هذوكم يطلعوا ديما في التلفزيون يعملوا في فتنا كل شيء، نجي نطل على نسبه المشاهده نلقاها بالملايين. لهنا برجوليه شو نقول انا، ولا نقول هذوما المارك هذوما عندهم الحق باش يطلعوا في التلفزه، واللوم عليكم انتوما على المشاهدات، مشاهدات بالملايين. مشاهدات بالملايين هذيك يدخلون فلوس، ما هي فلوس ملايين تدخل لهم اليوم في جرة الملايين مشاهدات اللي انتم تعملوا فيها. بعد تجيو تطلعوا تقولوا ما نحبوش وعلاش يطلعوا هكا، وذوما يعملوا في الفتنه، وذوما هما اللي حطموا كرة القدم التونسيه، هذوما هما حطموا المنتخب، هذوما هما اللي عملوا الفتنه بين الجمعيات، وتجي تطل بعد مشاهدات تلقاها بالملايين. هيك شنو حتى ما تجيش الحكايه، ما تركبش على بعضها. نشوف الخبر اللي بعده. عمكم ديلان برون، عودة المدافع التونسي ديلان برون للتدريبات مع نادي سيرفتح السويسري تحضيرا للموسم الجديد. خويا حشنا بيك تكون تيتولير، كاو تكون تيتولير وتلعب فهمتي كل ماتشوك تلعب وكذا، مرحبا بيك. هذه يا خويا بناك وكذا، لا خويا السماح كاو. نتعداو الخبر اللي بعده. ايوا عمكم خليل عياري، هذا اكثر واحد نبروا عليه. خليل عياري عيطوا له بي اس جي تو يبيعوه، تو يندموا عليه. يا سيدي هاكا ان شاء الله ل 25 جويي خليل عياري باش يكون في الفريق الاول في التدريبات مع الفريق الاول. صحيح مش باش يهبط تيتولير وكل شيء، اما باش يدرب مع الفريق الاول. فهمتني؟ قبل انتم نبروا على روحكم في عوض ما تشجعوه، طفل مسكين صغير وكل شيء، في عوض ما تشجعوه. لا انتم فهمتي ديما تحبك تطيح المورال وتعطموه وكل شيء، هو بعثكم تشيطوا، هو تهناو كاو. قال لك سيباشر تمارين مع الفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحت إشراف المدرب الإسباني لويس أنريكي يوم 25 جويلية المقبل. يا الولاد وصلنا تعرف شنو نقولوا الكلمة هذه سيباشر التمارين مع الفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحت إشراف المدرب الإسباني لويس أنريكي. فما شكون يقراها عادي عنده تعدى مرور الكرام. انا واحد من الناس خويا مصلي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله ربي يحميك وربي يبقي عليك الستر، وان شاء الله خويا نشوفوك خويا نجم من النجوم تاع البي اس جي. كهو هذيك هي، ما عندناش شكون محترفين، ما عندناش شكون تو مبدئيا شكون احسن لاعب يلعب في جمعيه قويه، شكون تراه عندنا. يكمل خليل عياري يهبطش 5 دقائق، يهبطش 10 دقائق 15 دقيقة مع البي اس جي. بالنسبة لي أنا خليل عياري أحسن لاعبي تو عندنا في المنتخب الوطني التونسي. كاهو ما خداش فرصته في الكوب دي موند، والله خير. شوف عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تصور انت كان هيرفي رونار ولا صبري عبوجه هبطك تلعب في الكوب دي موند فهمتي وما عملت حتى شيء ويتفرج فيك، سورتو لونترونور بتاع البي اس جي بالطبيعه باش يتفرج فيك مش باش يخليك هكاك فهمتي. الله اعلم شو باش يصير، كنت نجم تضرب، كنت نجم فهمتي تتفك الكوره، كنت نجم تعمل اغلاط كذا، يولي تراجع على قراره. كاهو راك انت بينك وبين روحك خلي عيال تقول زح علاش ما خلونيش نهبط نلعب في الكوب دي موند، وهي حاجه باهيه اللي كنتي وانت مفكرها حاجه خايبه. كاهو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كاهو خويا نشوف الخبر اللي بعده. رحلة خليل عياري مع الفريق الأول نادي باريس سان جيرمان إن شاء الله يوم 25 جويلية، حيث ستكون فترة تحضيرات محطة مهمة للغاية لتحديد مستقبله مع الفريق. كاو خويا نهار اللي باش تلعب تترينا معاهم فهمتوا يعملوا القسمة هكا من غير ما نوصيك، بو على خوه يمين يسار فهمتني، شلكم تشليك تعويش فهمتي، فسخ الاول فسخ الثاني، تصرف خويا تصرف، ومن بعد سيب هالكوره، تفسخ الاول تفسخ الثاني وسيب الكوره، تفسخ الاول تفسخ الثاني، حط الكوره في الشبكه، صبعك انقبها الكوره كيف في الشبكه، تصرف خويا، اعمل المستحيل خويا باش تقلع بلاصتك في باريس سان جيرمان، جاتك فرصه بين يديك، الله يرحم والديك ما تضيعهاش، الله يرحم والديك. كاهو نشوف الخبر اللي بعده. عمكم هيرفي رونار على رادار عدة منتخبات، هاكا كوريا الجنوبية تحب تجيبه، جنوب افريقيا، السنغال والجزائر، وبالطبيعة اللي يدفع اكثر هذاك هو مبروك عليه، شكون اللي باش يهون اكثر هذاك هو اللي باش يمشي معاه. تعدوا الخبر بالطبيعة اللي بعد. وضعية صعبة يعيشها اللاعب اسماعيل الغربي في حياته الخاصة بعد وفاة شقيقه وفي حياته الكروية ايضا، حيث ان اللاعب خارج حسابات فريق سبورتينغ براغا البرتغالي، والفريق يبحث عن اعارة اللاعب او التفريط فيه نهائيا. ابو كلب خايش باش نقول لك ربي يرحمه اخوك فهمتني، وكاو خويا يا اخي، هاو الناس كل عنا فهمتني قاربنا وعنا شكون اقرب الناس لينا توفاو وكنا ليهم، فما حتى واحد باش يدوم فيها الدنيا دي، كلنا ليها باش قداش باش تقعد حزين. انا حزنت على الوالد، حزنت فهمتي الشهر الاول الشهر الثاني العام الاول العام الثاني، وربي فهمتي هاكا اعطينا الصبر والسلوان، الصبر هذاك نصبروا فهمتني، والسلوان اللي المتوفي بالطبيعه ما ننساهوش، اما كل ما نتفكروه ما نحزنوش عليه. كاو هذيك هي معناها، هذيك هي الدنيا. كاو شنو باش نوطنوا فيها
ها كلنا ليه هذيك، كل ما فما حتى واحد باش يدوم فيها الدنيا، باش تقعد فهمتي انت هكاك حزين 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 زايد راهو. نتصور انا اخوك كان جا فهمتي حي راهو فرحان بيك في جمعيه قويه وكذا. حاول خويا ما نعرفش انا، حاول تنسى شو تنسى، حاول تنحي الحزن كل شيء وترجع فهمتي التدريبات وكل، خاطر كان جا اخوك حي فهمتي باش يفرح لك برشا وقت اللي تمشي الفريق ما اقوى ولا تكون تيتولير ولا الله اعلم. حسيل واللاعب لم ينضم لتدريبات الفريق ولم يشارك في تحضيرات الفريق الموسم الجديد التي انتهت، وانطلق الفريق في المباريات الرسمية اليوم لتصفية دوري المؤتمر الأوروبي. لا يوجد عروض لحد الآن للاعب. حتصور انتم ما فما حتى جمعية طالبة فهمتي اسماعيل الغربي، حول ولا قوة إلا بالله. وكاو باش نقول لك خويا، ربي فهمتي يصبرك وإن شاء الله ربي ينصرك وربي يوفقك. كاو خويا باش نعمل. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. عمكم صبري عوجها قال لكم سيدي 3 أشخاص ورائي من الأماكن المخصصة للجامعة شتموني أمام الجميع قبل أول مباراة رسمية لي خلال النشيد الوطني. حسيت فما 3 من الناس فهمتي مزبلوه سبوه فهمتي، قال لك خلال النشيد الوطني طلبوا مني لماذا لم أقحم أيمن دحمان مكان مهيب الشامخ. نفس الأشخاص قالوا لي دحمان ما كانش باهي في كأس العرب والكان، وملي رجع من السعودية تشوتلو تسجل هذا شنية تشوتلو تسجل هذا. اما 3 ذكرهم ومهمتهم تعكير الاجواء لا غير. حسيلو اللي يجي يقول له حكايه فهمتي يمشي يعملها، برا يمشي يرمي روحك في بير، يمشي يرمي روحه في بير. السيد هذا امشي يطلع فهمتي من الطابق فوق وارمي روحك، نرمي روحي يعمل، تطلب عليه اي حاجه يعملها. وذاني يطلع وذاني ما عندكمش فكره. وانا صخايلو بالموت يطلع في الندوات الصحفيه كيفاش يحكي وكيفاش يدرى شنو. انا قلت برجوليه السيد هذا مستحيل كان يجي حسن جنية باش يتدخل في قرارات وكل شيء. لا الراجل مونتاليتي اخرى معلم ودرى شنو. طلع حسيد والسيد هذا اكبر وذاني واكبر مع شخصيه زيرو، ما عندوش شخصيه، اللي يقولوا عليه يعمل. هذاك علاش انا قلت لكم اي مدرب يتشحت الجامعه التونسيه باش يجي يدرب المنتخب التونسي اعرفوه راهو باش يتحكموا فيه. فهمنا كاو. والعكس صحيح، وقت اللي الجامعه التونسيه تشحت مدرب اخر باش يجي راني اعرفوه هذاك راهو مش باش يدخلوا فيه. باه نشوف الخبر اللي بعده. كرة اليد في الهوند اش فما زاد المنتخب التونسي يشارك في دورة دولية ودية برومانيا، وانا متأكد مليون في المية الدورة ذي الودية باش يهزوها هما وباش يعملوا بعمايلهم عاد وباش يعملوهم الكل واقوى منتخب وكذا، باش يعملوا الدنيا كل وباش يقدموا اداء طيارة على الاخر وشوفوا كرة يد عالمية. المنتخب التونسي لكرة اليد علاش؟ على خاطرها دورة دولية ودية برومانيا. كاهو حطوا كوب دي موند كوب دافريك كوب لا كيكا لا يبطى شويه كيك الوديات خويا معلمين احنا. باه ونجيبوا تبع الخبر الاخير. يا سيدي ايطاليا زايد علينا حسيلو بالصبر. هاكا خلاف بسبب المالي بين الطرفين. غوارديولا طلب عليهم 20 مليون يورو سنويا ميزانيه تونس، والاتحاد الايطالي عرض عليهم خويا يدعم نجم نعطيو كان 10 ملايين يورو سنويا فقط. كاهو فارق كاهو 10 ملايين يورو. يهدد باسدال الستار على حلم قياده شنيا بيب الزوري وشنو تتراجع فرص اتمام الصفقه بشكل كبير. حاسيو هاني قلت لكم الاتحاد الايطالي زايد على تونس كان بالصبر. كاو لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة. ان شاء الله نهبط فيديوهات اخرين جدد. يا الولاد خلينا نوصلوها بالله، خلينا نوصلوها 10,000 مشترك. سي بون راني حضرت البيت وحضرت الدنيا كل باش نولي نصور بالكاميرا باش تشوفوا وجهي ان شاء الله. خلينا نوصلوها بالطبيعة 10,000 مشترك. كاهو بالله لا تنسوا تعملوا اللايك والاشتراك. اشتراك هو مش لازم اللايك والله مجانا والله ببلوشي. حط لايك سبسكرايب هذيك والله تساعدني على الاخر وتفرحني على الاخر كاهو. شكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.